اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الطاهرين الطيبين الأشراف. هلا بكم حبايبي. اليوم راح أسوي وياكم ركن القهوة. طبعا أنا مسويته في فيديو سابق، بس يعني كان التصوير مو واضح والصوت هماتين ناصي، فعدته بهذا الفيديو. راح أسوي وياكم ركن القهوة مثل ما تشوفون بهذا الركن عندي من الكاونتر، سطح الكاونتر. يعني إذا تلاحظون يعني حاطة ديكورات بذاك الجهة من الكاونتر، وعندي هاي الجهة هي الجهة الفارغة واللي بيها يعني دقمة مال كهرباء. فراح اسوي هنا ركن القهوة وياكم. يلا نبلش حبايبي. هسه حبيبي وقتي اول شي راح نسويه، راح نخلي هاي اللوحة. طبعا دورت على لوحات هواية لركن القهوة وما لقيت هاي اللوحة مكتوب عليها كوفي فيرست، فعجبتني قلت هاي ترها من ركن القهوة. راح اخلي اول شي هخليها على ذول الثقوب. طبعا هذول الثقوب مكان مال أداة مال مطبخ، مال محضرة الطعام. هسه ما عاد ترهم هنا فشلناها لأنه تعارض ويا الكاونتر، فبقى بس الثقوب مالتها، فراح نغطيهم بهاي اللوحة هناها بهذا المكان. ثاني حاجة راح نحتاجها، طبعا بما أنه هو ركن قهوة فأهم حاجة نخليها بركن القهوة هي آلة صنع القهوة. راح أخلي آلة صنع القهوة وياكم بهذا المكان، بهذا الركن حبايبي. راح اخلي الواير مالها وراها يعني على مود الشكل والجمالية. عندنا هذولا مالات الدقم مال الكهرباء، هخليها هنا. راح اضم الواير مالها خلفها بهذا الشكل. اتمنى تكون واضحة يمكم. اخلي هذه الصينية اللي اشتريتها وياكم من المشتريات، هذا الصحن بهذا الشكل هخليه هنا. وراح استخدم هذول الشكردانات اللي اشتريتهن وياكم، واحد راح اخلي بيه القهوة والثاني راح اخلي بيه الكاكاو. طبعا عندي هاي الملاعق الصغار خليتها بداخلهم مال بلاستيك كلش حلوين. هذا راح اخلي بيه الكاكاو حبايب قلبي. حبايبي من تسوون ركن القهوة دائما انهم راعوا انهم ما تخلون بس الاساسيات، يعني حتى الاكواب اخليها بداخل مكان قريب، يعني مثلا علي من خزانات الكاونتر، يعني اي خانة من خانات الكاونتر اخلي بيها الاكواب، خانة قريبة فلنفرض يعني كلش، يعني حتى اطلع الكواب من داخل الكاونتر ما اخليهم برا معرضين للاتربة. هاي الكمية كلش كافية عندنا مالت الكاكاو. وهسه نخلي السكر مثل ما قلت لكم خليته بهذا الشكردان اللي اشتريته بالمشتريات. راح اخليه هنا، راح اخلي من هنا الكاكاو ومن هنا القهوة. راح اخليها بهاي الجهة، وراح اخلي الملاعق اللي استخدمها دائما بالقهوة هنا بهذا الشكل. اللون الذهبي ينطي منظر كلش حلو. طبعا عندي هاي العلبة مالت البسكويت او البيتي فور، انا حاطة بيها بيتي فور مثل ما تشوفون. طبعا كلش طيب هذا البيتي فور بطعم البرتقال. راح اخليه هنا بهذا المكان. راح نخلي هاي الشمعة للزينة، راح نخليها بهذا المكان. وراح اخلي الملعقة مال الكبس مال القهوة هنا بهذا المكان، هي مكانها هنا يعني. هذا شكل ركن القهوة ويانا. طبعا حبايبي شي بسيط وحلو ويعني نازك. طبعا راح اخلي هذا الكعك وياكم بهذا الصحن مال التقديم.
هذا الكعك طبعا يعني مو شرط ويا القهوة يعني لأنه راح أخليه بهذا النوع. هو مو شرط يعني تاكلين الكعك ويا القهوة، مرات تسوين شاي وهم ما تبي تحبين تحطين. أنا راح أخليه أشيل هاي المكسورة. هذا الشكل العام حبايبي. طبعا هذا الكعك ما راح اخليه، يعني راح اشيله، بس هو هذا الشكل العام. يعني هاي العلبة مال بيتي فور والشمعة والشكردانات. وطبعا راح اسوي وياكم قهوة بآلة صنع القهوة ما حتى نشوفها ونجربها وياكم، لان هوايد يطلبون من عندي شلون نسوي قهوة بها. اول شي نستخدمه، راح اسحبها طبعا اللي جاي، وراح اخلي البلك بالكهرباء مثل ما تلاحظون. هسه هو يعني مشتغل. بعد ما شغلت الجهاز مال القهوة راح اخلي قهوة بهاي المكيال، راح اقيسه. راح نقيسها بهذا المكيال مثل ما قلت لكم حبايبي. راح ناخذ الكابسة مالت القهوة وراح نترسها بالمكيال مالتها بهذا الشكل. هذا كافي. راح نخليه شو اسمه الكبسة ندخلها بمكانه، نعشقها بمكانه للكابسة مال القهوة ونرجع وياكم. قلت لكم الحليب راح اغليه بغير مكان، راح استخدم هاي الدلة اغلي بيها الحليب. هذا كوب من الحليب راح اضيفه، وراح اضيف ملعقة نيوتيلا كبيرة. هاي الملعقة النيوتيلا راح اخليها للحليب واذوبهم. يغلي عندي الحليب واجي ان شاء الله اسوي وياكم القهوة. هسه حبايبي بين ما يغلي الحليب راح نشغل لنا آلة صنع القهوة وياكم. راح نخليها على هذا. وهسه حبايب قلبي بلشت تنزل القهوة عندنا. طبعا احنا ما نريد قهوة هواية، راح ناخذ الكمية اللي نريدها. نتركها بعدها يعني. هاي الكمية كلش كافية كلش مناسبة. نزلتها. هاي الكمية كلش كافية. الكوب اللي راح نخليه. طبعا هذا الحليب والنيوتيلا غلوا عندنا. هسه راح نضيف القهوة بهذا الشكل. هاي الكمية كلش كافية عندنا. هسه راح نخلي الآلة مال صنع القهوة على صنع البخار. طبعا بالبداية راح ينزل مي وبعدها راح يبلش يسوي بخار ويانا. وهسه حبايب قلبي مثل ما تلاحظون بلشت تتكون عندنا البخار. هذا بخار المي هو اللي يخفق لنا القهوة ويسوي لنا بيها الرغوة. طبعا قد ما تخلوها الرغوة راح تصير قوية. ويانا بهذا الشكل. هذا شكل الرغوة مالتها حبايبي، اتمنى تكون واضحة يمكم. هذا شكل الرغوة. هذا
هذا شكل الرغوة اللي تكونت عندنا ويا آلة صنع القهوة. طبعا رغوة كلش قوية. وهسه حنزين وياكم الكوب بالكاكاو. طبعا راح استخدم هذا الشكل حتى ازين بيه. راح اخليه بهذا الشكل على وجه القهوة، وراح اخذ الكاكاو وبهذا المصفي الصغير راح انخلط فوق الشكل. وهسه حبايبي مثل ما تلاحظون كملنا القهوة وياكم وزيناها بهذا الشكل وقدمناها بهذا الشكل. حبايب قلبي، أتمنى أنه الفيديو ينال إعجابكم، أتمنى أنه تكونون استفاديتوا بأفكار بالركن القهوة. لهنا يخلص الفيديو. أشكر حسن متابعتكم، أحبكم كومات، وفي أمان الله.